انا عارف ان الكلام اللي هقوله في الفيديو ده كان هيبقى متأخر شوية لولا ان هو اتكرر بتاريخ 21/7/2023، واكيد انت سمعت عن الموضوع ده قبل كده. في اول ايام عيد الاضحى سنة 2023 ظهر شخص بيدعي ان هو بيمارس حرية التعبير، والحقيقة ان انا ما ينفعش اقول عليه راجل لان هو ما يستحقش ان هو يكون من الرجال. الشخص ده بقى اللي هو ظهر في الدولة الغربية دي اللي هي بتدعي انها بتمارس حرية التعبير، اللي خلت الشخص ده يحرق القرآن امام مرأى اعين الناس، اللي خلت الشخص ده يقول على كتاب ربنا سبحانه وتعالى ان هو كتاب يدعو الى الارهاب، وان هو كتاب يدعو الى الخطر في جميع العالم كله. حرية التعبير اللي خلت الشخص ده يدوس على كتاب ربنا سبحانه وتعالى في التراب، اللي خلت الشخص ده يشوط القرآن زي ما انت بتشوط الكرة بالظبط كده، وكل ده متصور وانت شايفه دلوقتي. وانا هنا جاي بتكلم عن القضية دي لانها عمرها ما هتقدم، وزي ما حصلت في عيد الاضحى في 2023 حصلت قبل كده لو تفتكر، وهتحصل بعد كده مرة واثنين وثلاثة. وواجب على كل واحد مسلم ان هو يدافع عن القضية دي ولو باقل القليل، وده مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبحان الله، الناس دي افتكرت ان هم بيدعوا الناس للهداية والحرية وانتشار السلام، مع انك لو سألت نفس الناس دول وقلت لهم طب انتوا قرأت المصحف قبل كده؟ يقول لك لا. طب انت حاولت تفهم بعض الآيات منه؟ يقول لك برضه لا. طب يا ترى بحثت عنه مثلا او قرأت عنه؟ برضه يقول لك لا. المهم ان هو كتاب وحش وبيدعو للإرهاب وخلاص. الناس دول اللي خدوا دينهم ده مجرد لعب اصلا، ولا دين ايه يا عم؟ هم اصلا عندهم دين ولا يعرفوا اصلا ومعترفين بربنا سبحانه وتعالى؟ وعايز اقول لك حاجة برضه، سبحان الله، الناس دي اتكررت في التاريخ وبتتكرر ولسه هتتكرر زي ما قلت لك في اول الفيديو. وزي ما الحكمة بتقول: اذا اردت ان تعرف المستقبل فانظر الى الماضي. تخيل بقى ان كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي هم بيدعوا فيه ان هو كتاب يدعو الى الارهاب اتكلم عن الناس دول بالظبط. يعني نفس الناس اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم بالظبط اللي موجودين دلوقتي واللي هيكونوا موجودين برضه. هتقول لي طب ازاي يا عم؟ هقول لك يا عم بسيطة، ثانية واحدة. شايف المصحف ده؟ هتفتح المصحف وتجيب سورة الانعام آية 25، او تجيبه من تليفونك او اي وسيلة ممكن تفتح من خلالها المصحف. روح بس اسمع الكلام، اسمع بس، اسمع اللي بقول لك عليه، وخد بالك من حاجة، انا هجيب لك آية واحدة بس من آيات ربنا سبحانه وتعالى. افتح انت وشوف بقى ودور وابحث عن الحق. طيب بتقول ايه بقى الآية رقم 25 دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. معلش أنا آسف سامحني، ممكن تجيب بس الآية اللي بعدها برضو: وهم ينهون عن وينأون عن وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بدأ في الآية دي بيقول إيه؟ ومنهم من يستمع إليه، يعني كل الناس تقدر تسمع للقرآن. ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سور تانية: قل هل يستوي الأعمى والبصير، وفي سورة تانية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. كل الناس تقدر إنها تسمع للقرآن، ولكن مش كل واحد يقدر يفهم القرآن. لذلك بص ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بعدها؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلوب هؤلاء أكنة. عارف الأكنة دي في اللغة معناها إيه؟ معناها الأغطية. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلوب هؤلاء أغطية أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، يعني في آذانهم صمم، رغم إن الناس دول سامعين القرآن، ولكن سبحان الله أرادوا إن هم لا يبحثوا عن الحق فأعماهم الله سبحانه وتعالى وأعمى قلوبهم وأصم آذانهم. مش انتوا عايزين كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى هيعمي قلوبكم كمان وكمان. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بعدها؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو هتجيب له كل آيات الدنيا والآخرة مش هيؤمن برضه. يا عم طب افتح كتاب ربنا، يا عم طب دور. طيب لا، هو الإسلام وحش، هو كتاب ربنا وحش وخلاص. نكمل الآية مع بعض كده: حتى إذا جاءوا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. بعث إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ وربنا إيه؟ وإله واحد إيه؟ ومحمد رسول الله إيه؟ دي أساطير الأولين، ده الكلام ده مجرد أسطورة بس. برضو يا ريت الناس دي امتنعت بأفكارها دي وحطتها في قلبها، لا دي بتنشر برضو الفكر ده لجميع الناس. زي برضو ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم، بيقول إيه؟ وهم ينهون عن وينأون عن، يعني هم بيعتزلوا عن القرآن وبينهوا
برضه عن القرآن وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كل ده هلاك لأنفسهم وبيزودوا في ميزان سيئاتهم وهم مش عارفين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه القرآن، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثاروا شبهة. إيه بقى يا عم الشبهة دي؟ تابع الحلقة الجاية إن شاء الله عشان تعرف أكتر كمان وكمان.